الجامعة ماشي هي الثانوي. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أجي نقولك. معكم نجوى، طالبة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كنقرأ الدراسات والأدب الألماني. اليوم جبت لكم حلقة مميزة لأنها بداية سلسلة جديدة للجامعة المغربية، واقعها التخصصات والتجارب المتنوعة ديال الطلبة، وغتبدا معايا أنا. لكن في الحلقات الجاية غيكونوا معنا ضيوف وطلبة من مختلف التخصصات باش يعطيونا نظرة على الجامعة وكيفاش جاتهم. لكن دابا خلينا نبداو من الأول. منين كدوز الباك وتدخل الجامعة ولا كتفكر دير الجامعة؟ الجامعة واحد المرحلة اللي بزاف كيبقاو كيتسناوها من الثانوي، وكيحلموا بالحرية والحياة الجامعية والاستقلالية. ولكن الحقيقة اللي ما كيعرفوهاش هي أن الجامعة ماشي بحال الثانوي نهائيا. بزاف كيجيو هما عندهم الفكرة أنهم غادي يبقاو في نفس السيستم، ولكن كيتفاجئوا بأن كل شيء كيتبدل، وهذا هو اللي غادي نهضروا عليه اليوم. الجامعة ماشي الثانوي. أول حاجة خاص أي طالب يعرفها قبل ما يدخل الجامعة هي أن النظام الجامعي مختلف تماما عن الثانوي. في الثانوي عندك أقسام منظمة، أساتذة كيتابعوك يوميا، دروس كل نهار، تمارين ومراقبة مستمرة. ولكن في الجامعة الأمور كتمشي بطريقة أخرى. الأستاذ أو الدكتور كيعطيك 30% من المعلومات فقط، لأن المحاضرة عندها وقت محدود، غالبا ساعتين في الأسبوع، وهذا الشيء ما كافيش باش تضبط الدرس كامل. الباقي خاصك تخدم عليه بوحدك، سواء في الدار، في المكتبة، أو حتى في المجموعة إلا كنت باغي وتعاون الناس معك. نظام الدراسة مختلف. في الثانوي كتعتمد على الدروس اليومية، بينما في الجامعة ممكن تقرأ مادة مرة واحدة في الأسبوع. يعني خاصك تعرف كيفاش دير الوقت ديالك. وهذا اللي كيوصلنا لواحد النقطة مهمة: التعلم الذاتي هو مفتاح النجاح في الجامعة. في الثانوي التلميذ كيبقى معتمد على الأستاذ في كل شيء، ولكن في الجامعة خاص الطالب يكون مسؤول على راسه. الحصص قليلة مقارنة مع الثانوي، وما كاينش واحد غادي يجبرك انك تحضر او تراجع، انت المسؤول على المستقبل ديالك. الحضور في بعض الجامعات ماشي ضروري، تقدر تجي تقدر ما تجيش وما كاينش اللي يسول فيك. لهذا بزاف ديال الطلبه كيتغروا بهذه الحريه، ولكن في الواقع الا ما ضبطتيش الوقت ديالك غادي تطيح في الفخ. التعلم الذاتي ضروري: القراءة، البحث، مشاهدة فيديوهات، تجربة طرق جديدة للفهم وللحفظ. هادشي هو اللي غادي يخليك تنجح. الخدمة في المجموعة تقدر تكون مفيدة، ولكن فقط إلا كنتم منظمين وما ضيعتوش الوقت. وكنزيد نقولها ونأكد عليها: الجامعة ماشي بلاصة اللي كتدخل ليها وتبقى تستنى أن يجيك العلم حتى لعندك، خاصك انت تمشي موراه ولا تجري عليه. علاش كاينين طلبة كيدخلوا الجامعة ولكن ما كيكملوش للأسف؟ الواقع اللي كنشوفوه كل عام هو أن عدد كبير من الطلبة كيدخلوا الجامعة بحماس ولكن ما كيكملوش للأسف. والسبب كيكون واحد من هاد الأمور: الجامعة كتجيهم صعيبة حيت كانوا مفكرينها بحال الثانوي وما عرفوش يتماشاو مع النظام الجديد، أو ما اختاروش التخصص المناسب. كاين اللي كيدير شعبة غير حيت والديه بغاوها، ولا حيت صاحبو دارها، وكيكتشف مع الوقت أنه ما كيناسبهاش وما كتناسبوش الشعبة، ما عندوش هدف واضح. الجامعة ماشي بحال المدرسة، خاصك تكون عارف علاش دخلتي وشنو باغي من هاد التخصص وكيفاش غادي تستافد منه. أو قلة الانضباط والمسؤولية: كاين اللي كيدوز وقته في الحرية الجديدة وما كيعطيش قيمة للوقت حتى كيلقى راسو في الدورة الاستدراكية ولا كيعود العام. ولكن هنا السؤال اللي كيبقى هو: شنو الحل؟ كيفاش تتماشى مع الجامعة وتنجح فيها؟ باش تنجح في الجامعة خاصك تغير العقلية ديالك وتعرف أن الجامعة بلاصة كتكون فيها مسؤول على راسك، ماشي شي حد غادي يجي يراقبك كل نهار. تنظيم الوقت مهم: قرا الدروس ديالك في وقتهم، ما تأجلش، وحاول تدير خطة أسبوعية. استغل الوقت ديالك فشي حاجة مفيدة. إلا ما كنتيش كتقرا حاول تتعلم مهارات جديدة، تخدم على مشروع ولا دير أنشطة تطور شخصيتك. التواصل مهم:
حاولي ولا حاول دير علاقات مع ناس عندهم نفس الطموح، تبادل المعلومات، شارك في أنشطة جامعية. اليوم سوق الشغل ماشي بحال قبل، اللي عنده غير شهادة وما عندوش مهارات غادي يلقى صعوبة. يعني خاصك تكون كتعرف شوية من كل حاجة، أو تكون متمكن بزاف من مجال معين باش يكون عندك فرص أكثر. الجامعة هي مرحلة زوينة، ولكن باش تكون زوينة خاصك تعرف كيفاش تدوزها بطريقة صحيحة. ضروري يكون عندك هدف، ضروري تكون مسؤول على راسك، وضروري تخدم على راسك سواء في الدراسة أو في حياتك الشخصية. دابا وصلنا للخاتمة. الجامعة المغربية فيها تحديات، ولكن فيها فرص كثيرة لأي واحد باغي يخدم، يتعلم ويبني طريقه. الحلقة الجاية إن شاء الله غادي تكون معنا نسيبة، وهي طالبة في علم النفس، غادي تهضر لينا على التجربة ديالها والنظام ديال الشعبة والصعوبات اللي واجهتها واللي مازال كتواجهها. ما تنساش تتابعني، تشارك الحلقة مع أصحابك، وتوجد راسك للحلقات الجاية من سلسلة الجامعة المغربية وتخصصاتها. كانت معكم نجوى، فأجي نقول لك دمتم في رعاية الله.